ما تعرفش الطيب تيش بالكروفيت؟ هذه روسيت ليك ومعاها خبيزات خفاف بنان يعشقوا على الاخر. حصيلو منيو يعمل 60 كيف. تبع معايا الروسيت. اول ما نبداو بالتشيش نقليو كعبات الشفرات نتاعنا دوبا يبداو يتلونوا احنا نحيوهم في نفس الطنجره. نحطوا الروس نتاع الكروفيت نخليهم يتقليو بالباهي مع البصل وبعد نزيدوا طماطم حكه الهروس والثوم يتقليو شويه وبعد نزيدوا لهم كعبتين طماطم مرحيين ونفوحوهم. واليوم استعملت الشربه فريك نتاع صينيه بالكرتاج اللي هي مصنوعه على الطريقه التقليديه الزمنيه. خليت على حساب كل صحفه مغرفه قليته شويه وزدت معاه شويه زيت قديد هذا اختياري وبعدين مرقته وخليته يطيب في عقله. وتعديت نحضر العجينه مع الحليب الدافي. خليت السكر الخميره لغرت ناتور اللي هو يكون في حراره الغرفه وبعد قعدت نزيد في الفرينه بشويه بشويه. المقادير تلقاهم مكتوبين في العنوان. وما نساوش في الاخر الملح وكان سحقينا قطيره ما نزيدوها. نعجنوا لازم تكون عجينه شاده روحها شويه نزيدوا لها في الاخر مغرفه زيت نكملوا نعجنوها بها وبعد نخليوها ترتاح. للفارس حطيت شفرات مقليه معاها بصل وكبار. عجينتنا خمرت ما بقالنا كان نقسموها طروف صغيره وبعد كل طرف نحلوه بالقلقال نحطوا فيه شويه هريسه. الفارس نتاعنا نسكروه بالماء ونتحصلوا على شكل هذه نصف دائره وبعدين نخليهم يطيبوا في طاوه سخونه بالبهي مدهونه بالزيت. نزيدوا ندهنوهم بالزيت ونطيبوهم من الجهات الكل. في نفس الوقت يكون التشيش نتاعنا طاب نحيوه كالروس ونحطوا كعبات الشفريت في اخر لحظه قبل ما نطفيو عليه مع شويه كبار. وهكا يكون عشان احضر. وكان عجبتكم الفكره خليولي قلب.